السلام عليكم. نتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يكون خفيف على قلبكم ويلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم ان شاء الله مسمن ديال المقله بالبصل الاخضر او بالبصله الخضاريه، كيجي مورق ومقرمش. نتمنى ان الوصفه اليوم تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، حيت اللايكات ديالكم هي اللي كتشجعني وكتخلينا نحط فيديوهات اكثر. نشكر كل واحد خدم من وقته وشاهد الفيديوهات ديالي وخلى لي تعليق زوين. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. فعندي اخواتي البصل الاخضر او البصله الخضاريه، فكنعرفوا بان هذه هي الوقيته ديالها. كناخذوها وما كنرميوش دوك السيقان ديالها، كنغسلوهم مزيان من داك التراب اللي كيكون فيهم وكنقطعوهم قطع صغيره. خديت مقله وضعت فيها القليل من زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الزبده، وضفت ليها البصله ديالنا، وضفت لها كذلك القليل من الملح على حسب الذوق، 3 الفصوص ديال الثوم، وكنشحروا البصله ديالنا مزيان حتى كطيح. وغنضيفوا التوابل ديالنا، ضفت القليل من الفلفل الاسود، القليل من الخرقوم، القليل من القزبر يابس مطحون، القليل فقط من الكمون، وضفت البابريكا او التحميره، وكنضيفوا السودانيه، الفلفل الاحمر الحار كيبقى على حسب الذوق، وضفت كذلك 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، وكنشحروا مزيان الحشوه ديالنا. فكنطفيو الموقد وكنضيفوا الحشوه ديالنا علبه ديال الطون ديال الزيت كما كتشاهدوا. كنحركو مزيان حتى كينسجم لينا داك الطون مع البصله ديالنا. كتكون الحشوه ديالنا وجدات، كنحيدوها من فوق الموقد وكنخليوها جانبا تبرد، وغندوزو للعجين ان شاء الله. فبالنسبه للعجين اخواتي، خديت 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 5 الكيسان ديال العنبه. الا بغيتو تضيفوا لي اخواتي دقيق الفينو ضيفوا 1 الكاس. كنوضعوا حفره في الوسط، كنضيفوا معلقه صغيره ديال الملحه، وضفت هنايا 2 معالق صغار ديال العسل، اولا تضيفوا سكر حبيبات سنيده. وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء البارد من الصنبور كما كتشاهدوا اخواتي. فكنجمعوا العجين ديالنا كما كتشاهدوا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك ولين في نفس الوقت كما كتشاهدوا، ما كيلصقش في اليد. كندلكوا العجين ديالنا غير واحد شويه حتى كيولي الوجه ديالها املاس. كندهنوها بالزيت النباتيه وكنوضعوها في واحد البلاستيك كما كتشاهدوا اخواتي. فالعجين ديالنا ما كيحتاجش اننا ندلكوه يعني بزاف، كندلكوه غير واحد شويه وكنغطيوه ونخليوه جانبا تقريبا 30 دقيقه حتى كيرتاح، ونتلاقاو ان شاء الله. فالعجين ديالنا اخواتي بعد ما دلكات راسها في ديك البلاستيك اللي وضعناها فيه، فكناخذوها كما كتشاهدوا كتكون يعني طلقات، كنشكلوها كرات، كتكون كرات متساويه الحجم. فاخواتي نتوما كتحكموا في الكرات، بغيتو مسمن كبير كتكبروا الكرات، بغيتو مسمن صغير فعلى حسب الذوق ديالكم. كناخذ واحد البلاطو اللي كندهنوه بالزيت، وكندهنوا المسمن ديالنا بالزيت النباتيه، وكنوضعوه في البلاطو كما كتشاهدوا. وكنغطيو الكرات ديالنا بالبلاستيك كما كتشاهدوا اخواتي. غادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا من 10 حتى ل 15 دقيقه كيطلقوا، ونتلاقاو ان شاء الله. فهنا اخواتي خديت حبه ديال الفلفل الاحمر، قطعتها قطع صغيره وشحرتها في المقله مع شويه ديال زيت الزيتون وشويه د الملح وشويه د البزار. فاخواتي انا غير حيت نسيت ما درتهاش مع البصله في الاول، فانتوما الا تفكرتوا ديروها مع البصله. فاش تكونوا كتشحروا البصله كتضيفوا ليها الفلفله. فخديت هنايا جبن الموتزاريلا، كذلك كنضيفوا جبن الموتزاريلا اولا تضيفوا الجبن الاحمر. فكنخلطوا مزيان ديك البصله مع الفلفله مع الجبن حتى كينسجموا، وغنخليهم جانبا وغندوزو باش نشكلوا العجين ديالنا. فهنا اخواتي بعد ما الكرات ديالنا ارتاحوا، كناخذوا الكره ديالنا كنوضعوها في الاناء اللي غنطلقوا فيه العجين اولا فوق سطح العمل.
خديت اخواتي الزبده ديال التوريق اللي ذوبتها وخليتها بردات على شكل بوماد. عندي زيت نباتيه، خديت كيس ديال الخميره ديال الحلوى وضفتو لكاس ديال دقيق القمح الصلب او الفينو. كنخلطو هذاك الزبده. بالنسبه للزيت غادي نطلقوا بها العجين، والزبده هي اللي غنورقوا بها، وكنرشوا داك الدقيق. فخديت الكره ديالنا كما كتشاهدوا، كنطلقوها اخواتي، تكون كنورقوها مزيان كما كتشاهدوا. كيبدا يبان لينا الاناء اللي كنطلقوا فيه اولا سطح العمل، كندهنوها بالزبده وكنرشوا عليها القليل من الدقيق اللي خلطته مع الخميره ديال الحلوى. كنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط وكنطويو المسمن ديالنا بحال طريقه المسمن العادي اللي كنحضروا. كما كتشاهدوا كندهنوا الاناء ديالنا اللي كنطلقوا فيه، كنطلقوا الكره ديالنا كما كتشاهدوا. كما سبق لي ذكرت لكم اخواتي، كنطلقوها تكون رقيقه، نحاولوا نورقوها باش كيجي المسمن ديالنا مورق كما كتشاهدوا. فالعجينه ديالنا اخواتي كما كتشاهدوا يعني خليناها ارتاحت، فكتعطينا الطوع في الخدمه. كندهنوها بالزبده كما كتشاهدوا اخواتي، كنرشوا دقيق الفينو، وكنوضعوا الكره المسمنه الاولى اللي طوينا كنوضعوها في هذه المسمنه الثانيه. فبالنسبه للمسمنه الثانيه اخواتي ما نعمروهاش، كنخليوها خاويه، كنوضعوا فيها المسمنه الاولى كنطويوها. فكنستمر اخواتي بنفس الطريقه كما كتشاهدوا. فغير تذكير اخواتي بالنسبه للعجين، الا كان عندكم الوقت فمن الاحسن انكم الا كان عندكم الوقت تعجنوها في الصباح وتحضروا المسمن ديالكم في العشيه. فباش ما خليتو هاد العجينه هذه ارتاحت الا كتعطي نتيجه افضل. فبعد ما كملت التشكيل ديال المسمن ديالنا، فكناخذ المسمنه الاولى اللي سبق لي شكلت، كنطلقها وكناخذ واحد المقله اللي كنوضعوها فوق الموقد كتسخن، كنرشوها بالقليل من الزيت كما كتشاهدوا. كنوضعوا المسمنه ديالنا وكنحاولوا نقادوها بيدينا كما كتشاهدوا اخواتي. فاخواتي بمجرد كنحطوا المسمنه ديالنا كنخليوها غير واحد شويه وكنقلبوها، ما نخليوهاش حتى كطيب يعني من الاسفل، فغير كنحطوها وكنقلبوها. فاخواتي السر ديال نجاح المسمن باش يجي مورق هو اننا نبقاو نقلبوه باستمرار كما كتشاهدوا. فاحنا كنقلبوا من هاد الجهه ومن هاد الجهه كما كتشاهدوا اخواتي. فما نحطوش المسمنه ديالنا ونخليوها تطيب، لا، فكنبقاو نقلبوا فيها كما كتشاهدوا اخواتي، كتجينا محلوله ومورقه. فبعد ما طيبت المسمنه ديالنا خديت واحد الشبكه كنحطوه فوق منها المسمن ديالنا باش ما يعرقش، وكناخذوا المسمنه الثانيه كما كتشاهدوا كنطلقوها وكنوضعوها في المقله ديالنا بعد ما كنكونوا رشيناها بالقليل من الزيت كما سبق لي ذكرت لكم، وكنرشوا الجهه الثانيه وكنقلبوها. فكما شاهدتوا اخواتي، فكما سبق لي ذكرت لكم اخواتي، السر في نجاح المسمن هو داك التقلاب المستمر. نبقاو نقلبوا كنقلبوا بهذه الطريقه. فكما كتشاهدوا اخواتي فكيجي المسمن ديالنا كيجي محلول ومورق، فكما شاهدتوا في الاول ديال الفيديو، وكيجي مقرمش من الخارج ومورق، وكما كتشوفوا دوك النبايل اللي كاينين في الجنب ديالو. فنتمنى هذا المسمن هذا تجربوه ويعجبكم. فانتما كتسمعوا كيفاش كيجي مورق ومحلول. وكذلك اخواتي ما نساوش ان البصل الاخضر عنده بزاف الفوائد، فما نضيعوش، نستغلوا ما حد هذه هي الوقيته ديالو، نحضروا بهذا بحال هاد الوصفات. وكذلك رمضان ان شاء الله على الابواب، غادي تنفعنا هاد الوصفات هذه في رمضان. فبالنسبه اخواتي البصل الاخضر فكناخذوه الا كان خديناه كثير نقطعوه ونديروه في المجمد، نديروه في بلاستيكات ونديروه في المجمد، وقسم ما بغينا نحضروا المسمن كنجبدوه. فنتمنى اخواتي الوصفه اليوم تجربوها وتعجبكم. الى عجباتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله.
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.